حلو 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 حلو. تأجيل ماتشات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، ومفيش ماتشات هتتلعب يوم الجمعة، ودي أكبر مصلحة للأهلي عشان ياخد الدوري. وتعالى أقول لك إزاي. مبدئيا كده يا جماعة، يعني نزل قرار تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، بدل ما كانت هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية اتأجلت ليوم 20. طب ليه ال 15 يوم ولا ال 14 يوم دول اتأجلوا ليه؟ بسبب يعني بسبب ان نادي الزمالك عنده ارتباطات في افريقيا، فما ينفعش ان الاهلي وبيراميدز يلعبوا ماتشات قبل ماتش الزمالك، علشان ما يكونش يعني التنافسية تروح. لازم الثلاث ماتشات يلعبوا في توقيت واحد. طب ليه المصلحة دي للنادي الاهلي؟ لان نادي الزمالك مشغول في افريقيا ومسافر الجزائر، وعنده ماتش يوم 9 اللي هو يوم السبت الجاي، وماتش العوده يعني هيسافر كمان في ماتش العوده ويرجع تاني القاهره. عنده ماتش العوده يوم 16 مع اتحاد العاصمه، واتحاد العاصمه الجزائري فريق رخم جدا جدا جدا، فكده هيستنزفوا نادي الزمالك. النقطه الثانيه بقى كمان، ان يعني نادي بيراميدز كان بيتكلم على الحكام وبيخبط تخبيط جامد جدا على الحكام من الماتش اللي فات، واللعيبه كلها طلعت على الاستوريات بتاعتهم وعلى حساباتهم الشخصيه طلعوا شتموا الحكام. فيعني من الاخر كده المصلحه كمان هتعم على النادي الاهلي، بسبب ان لعيبه بيراميدز يعني شتموا الحكام، فالحكام هتصلخ لعيبه بيراميدز. فكده النادي الاهلي هيفضل مريح 14 يوم او 15 يوم من تاريخ النهارده. يعني هيلعب يوم 20 مع المصري البورسعيدي، ونادي الزمالك هيلعب مع اتحاد العاصمه يوم 9، واتحاد العاصمه تاني يوم 16، وهيلعب مع سيراميكا كليوباترا. هيروح بقى لسيراميكا كليوباترا وهو مجهد تماما من سفر ذهاب وعوده. وكمان يعني لا قدر الله لا قدر الله لو حصل حاجه في مباريات الكونفدراليه، ان شاء الله نادي الزمالك ياخد الكونفدراليه قالبا وقلب مع نادي الزمالك باذن الله. ولكن لا قدر الله لو حصل اي حاجه في ماتشات الكونفدراليه، الزمالك هيكون مضغوط ضغطه كبيره جدا، وهيكون داخل ماتش سيراميكا بمعنويات قليله جدا جدا، وسيراميكا هيدوس على الزمالك. فكده سيراميكا هيضيع على الزمالك بطوله الدوري. والناحيه الثانيه بيراميدز هيلاعب سموحه، والحكام كلها هتكون يعني شاده شويه على لعيبه بيراميدز عشان ما يغلطوش كتير. فكده يعني سموحه تعمل الغلط مع بيراميدز، وبكده النادي الاهلي يكون هو اللي اتخدم بتاجيل الماتشات من يوم الجمعه ليوم 20. وان شاء الله الاهلي يتوج بالدوري المصري بخساره الزمالك وخساره بيراميدز من سموحه، والزمالك يخسر من سيراميكا، وبكده النادي الاهلي يتوج بالدوري. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه الكلام اللي انا قلته ده هيحصل ولا مش هيحصل؟